السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين وبالعيد مبسوطين وفرحانين ان شاء الله، وتكون سنة سعيدة عليكم وعلى كل حبايبكم يا رب. يلا رمضان خلص وعدى بسرعة. الايام الحلوة بتعدي بسرعة والله. ربنا يعيدوا علينا بالخير واليمن والبركات، وكل انسان بيتمنى حاجة ربنا يحققها له ويجبر بخاطر كل انسان ان شاء الله. النهارده هعمل لكم حاجه كلكم بتحبوها، البسكوت العيد. واستنوني في فيديو تاني بكحك العيد هعمله لكم وهنزله لكم قريب. النهارده بقى بسكوت العيد هقول لك كل تكاته وكل حاجه مهمه فيه. اسمعي الفيديو للاخر عشان في حاجات مهمه قوي هقولها لك وتكات مهمه لنجاح البسكوت معاك. وبتمنى كمان الايام الباقيه من رمضان تكون كلها خير وسعاده ورزق وفرح للجميع. يلا عشان هقولهولك بطريقة ومقادير سهلة عشان تفرحي ولادك واهلك في العيد. هقولك كمان ازاي تخزنيه وطريقة تخزينه، وهقولك كمان ازاي ان انتي بتحافظي عليه ان هو ما يطرش معاكي وما يلينش معاكي لأطول وقت ممكن. كمان انتظروا مني فيديو كمان لكحك العيد ان شاء الله هنزله قريب. وهقولك برضو طريقة كويسة له وحاجات سهلة جدا وحاجات مقادير موجودة في بيتك وتعمليه ان شاء الله. وكل سنة وانت طيب. شايفين بقى البسكوت معايا كويس ازاي وشكله حلو ازاي، ويعني بص بمسكه في ايدي كده بيدوب في ايدي من طراوته ومن ليونته وطعمه. مش عايزة اقولك تحفة تحفة تحفة. يعني انا بصراحة اول مرة اعمله وبصراحة طلع معايا، بصي ما كنتش متوقعة اصلا ان هو هيطلع معايا بالطعم ده وبالشكل ده. يلا كل سنة وانتم طيبين وخليكم معايا لاخر الفيديو عشان في تكات مهمة وحاجات هتعرفيها عشان نجاح البسكوت معاك. يلا يا قمر، لو اول مرة تشوفيني اعملي اشتراك في القناة وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بنزله. شجعيني كده بلايك، وتعالوا يلا ندخل نشوف المقادير بتاعتنا والطريقة ونسمي الله كده ونصلي على الرسول ونبدأ في وصفتنا. بسم الله. النهارده هقول لكم مقادير كيلو ونص. لو عايزين مقادير الكيلو هسيبه لكم في صندوق الوصف، اضغطي على عنوان الفيديو وانزلي هتشوفي مقادير الكيلو. معانا هنا كيلو ونص دقيق، طبعا متعدد الخدمات يكون نضيف. معانا نص كيلو زبده، ما تكونش بارده قوي ولا سخن ولا يعني مش بدرجه حراره الغرفه، يعني تكون بارده في التلاجة. معانا 5 بيضات، معانا نص كوباية زيت ونص كوباية لبن، معانا نص كيلو سكر بودر، معانا معلقة او معلقتين بشر برتقان، معانا كيس كيك شيف وفانيليا وريحة برتقان بتشتريها من عند العطار باودر، يعني كيك شيف كيس كيك شيف معاه معلقة بيكنج باودر. عشان انا ما ضفتش نشادر، لو ضفت نشادر طبعا المقادير اللي هو الباودر هقولك المقادير تاني. كيلو ونص دقيق، نص كيلو زبدة، نص كيلو سكر، 5 بيضات، نص كوباية زيت، نص لبن، كيس ومعلقة كيك شيف، 2 فانيليا، بشر برتقان، ريحة برتقان. نبدأ بقى في الوصفة بتاعتنا. اول حاجة هنجيب الزبدة بتاعتنا يكون باردة وننزلها كده في المضرب او العجان. لو عندك، لو ما عندكيش مضرب او عجان اعملهم بايدك، بس طولي المدة شوية ولازم تطلع معاكي لونها ابيض ويبقى لون كريمي، ملمسه كريمي. هوريك القوام دلوقتي واحنا شغالين. هننزل كده بالزبدة والسكر مع بعض ونضرب فيهم، نفضل نضرب فيهم لحد ما يكون ملمسهم كريمي ولونهم يبقى فاتح ويتضاعف حجمهم. البسكوت يا جماعة ان الزبدة والسكر ينضربوا كويس جدا، لازم ما يكونش فيه حبيبات ولازم يكون لونهم ابيض وحجمهم يتضاعف. دي اهم حاجة في عمايل البسكوت. بعد كده هننزل بالبيض بقى بيضة لازم يعني بيضة ما ينفعش كله مع بعض. وننزل برضو طبعا بالفانيليا عشان البيض
دول كيسين فانيليا، انا نزلت بكيسين فانيليا. وطبعا نضرب. شفتوا القوام بيبقى لونه ابيض ولونه وكريمي زي الشكل ده كده. اهم حاجة لازم كل حاجة ننزل بيها نضربها مع بعض كويس لحد ما يتجانس كله مع بعض، لحد ما الخليط كله يتجانس مع بعض. تمام كده. عايزه اقول لكم ان البسكوت من اسهل ما يكون، بس انت ظبطي مقاديرك وهيطلع معاكي روعه. وعايزه اقول لك كمان ينفع ان انت تستخدمي سمنه بدل الزبده. تمام. المهم المقادير تكون مظبوطه. اي نوع زبده عندك اشتغلي بيها على قد امكانياتك وعلى قد ظروفك، مفيش اي مشكله. وهقولك على المقادير في صندوق الوصف، هكتبها لك ممكن تشوفيها. دلوقتي نزلنا بالبيض والسمنه والسكر وامتزجوا كويس كده. نزلنا دلوقتي بقى بالزيت اهو وببشر البرتقال. لازم ما بين كل حاجه بتحطيها لازم تضربها كويس. نضيف بقى كل مكون كده حاجه حاجه، مش بنضيف كل حاجه مره واحده. لازم نضيف حاجه ونسيبه يتشرب او يتجانس وبعدين نضيف اللي بعدها. انا حطيت دلوقتي ريحه البرتقال اهي، حطيت غطا واحد. ما زودتش قوي عشان ريحته ما يبقاش نفاذه قوي. ونقلب كويس كده. انا بساعد المضرب بتاعي عشان المضرب بتاعي بعافيه شويه، بقلب معاه كده عشان ما يبص. شفت القوام بقى كريمي وشكله حلو ازاي. شفت لونه بقى ابيض زي ما احنا طالبين بالظبط، زي المطلوب. ايوه تمام كده. اهم حاجه في البسكوت ضرب كويس المكونات اللي انا قلت لكم عليها دي. دلوقتي انا جبت معلقه جوز هند وضفتها عليه عشان يدي نكهه تانية، نكهه كمان معاه. هو كان عندي جوز الهند خشن. ممكن انت لو عندك ناعم تضيفيه، المفروض يكون ناعم مش خشن. هنجيب بقى دلوقتي المكونات الجافة اللي هو الدقيق، البودر، رشة الملح طبعا ما ننساهاش، ونقلبهم بقى كويس كده. قلبناهم كويس كده وجبنا حاجة واسعة. طبعا المضرب بتاع اللي على الجنب بتاعه صغير، فلازم ننقله في حاجة تانية واسعة. ففصلنا شوية الدقيق، يعني مش هنحطه مرة واحدة. فصلنا شوية الدقيق في حاجة تانية وهننزل شوية شوية. دلوقتي ضفنا عليه الخليط اللي احنا عملناه دلوقتي، وهنبدأ نقلب فيه بالراحة. اي حاجة من بتاع العيد يا جماعة، كحك بسكوت ما بتتعجنش، بتتقلب بس. هنقلب بقى كده، مش هنعجن، هنقلب بس عشان كله يتجانس، الدقيق يتجانس مع الخليط اللي احنا عملناه. شفتوا بنضيف شوية شوية. انا شلت المعلقة كده لان بدأت تتقل معايا، قلت هعمل بايدي احسن. نضيف الدقيق شوية بشوية كده ونقلب نقلب مش نعجن. لو انتوا ملاحظين ان انا بس بحاول امزج الدقيق مع الخليط اللي احنا عملناه دلوقتي مع السمنة والسكر والبيض. نقلب بس تقليب بس كده عشان العجن فيه بيكون غلط، بيخليه يجمد معاكي وسمنته تنطر وبيخليه مش كويس. كده نزلنا بكمية الدقيق كلها اهي. ايوه تمام كده. هنفضل نقلب كويس كده، نقلب مش نعجن. اكررها تاني، اوعي تعجني، قلبي بس. شفتي اكنك بتبسي كحكة كده. بنخلط بس الدقيق مع الخليط اللي احنا عملناه. ايوه شفت العجينة بقت عاملة ازاي، بقت مفرولة. بدأنا بقى ضفنا اللبن، نص كوباية اللبن. هنلم برضو يا دوبك بس اللبن يمتزج مع العجينة بتاعتنا، مش عاجن، بنلم بس. العجينة بتاعتنا هتبقى مفرولة، واوريها لك دلوقتي هتكون عاملة ازاي.
بتكون ملمسها ناعم وبتبقى مفرولة. انا دلوقتي بشوفها محتاجة تاني ولا ايه. لو مسكتها في ايدك وكورتيها كده وضغطت عليها لقيتها شققت، يبقى هي محتاجة لبن تاني. انا دلوقتي ضغطت عليها لقيتها شققت مني، فهي محتاجة بعد نص كوباية اللبن احتاجت كمان حوالي معلقتين او 3 مية تاني. فجبت مية وضفتهم عليه وفضلت برضه الم فيها كده على حسب الدقيق بتاعك. ممكن معاكي ما تحتاجش المية دي، ممكن بس تكتفي بنص كوباية اللبن. هي على حسب الدقيق اللي بيحكم في الحتة دي. ما اقدرش اقولك انت لازم. دلوقتي هي انا جربتها لقيتها ما فتحتش معايا، وبقت ملمسها ناعم كده وكويس وما شققتش. بلمها بقى كده وكده تمام ومش هتحتاج حاجة تاني. لمتها ايوه بيبقى شكلها كده بقى في الاخر. ايدي نطفت وبقت شكلها حلو. هنجيب بقى دلوقتي ستريتش او اي كيس عندك تفتحيه وضغطت بقى العجينه. اوعي تسيبها مكشوفه عشان ما تنشفش منك. هنبدأ نقطع العجينة على طول. دي العجينة دي مش بنسيبها تخمر، بنقطع فيها على طول. جبنا المكنة بتاعتنا وظبطناها كده وجبنا اللمواس. انا دلوقتي بوريك اللمواس بتاعتنا، الاشكال اللي هنقطع عليها. في الشكل ده اللي هو المعتاد اللي الناس بتعمل عليه كلهم. انا هعمل شوية عليه وشوية على واحد تاني على حسب شكل العجينة اللي انت عايزاه او اللي انت عايزة تقطعي عليه. بنجيب صينية كده وندهنها سمن. اول دهنة بس سمن، اول مرة بس بندهنها زيت اقصد. بندهنها دهنة زيت مرة واحدة بس، وبعدين نبدأ نقطع فيها. لكن المرات التانية ما بندهنهاش. يعني اول مرة بس تدخلها الفرن ندهنها دهنة بسيطة مش كتير، ونبدأ نقطع معانا كده. انا بوريكم شكل العجينة مفرولة، يعني شكلها مخرفش، مش الشكل المعتاد يعني اللي بنعمله عليها، ومش رقيقة قوي ولا تخينة قوي. يبقى كده كله تمام. ونبدأ نشكل فيها كده ونقطع فيها على الصينية. ايوه بالشكل ده كده بتقطعي وترصي. حاولي تظبطي المكنة بتاعتك وتقطعي وترصي. لو لقيتي العجينة بتاعتك معاكي رقيقة او مش تخينة قوي، هتضغطي على المكنة العجينة اللي في المكنة نفسها، هتفضل معاك، هتظبط معاك وتبقى حلو. بعد ما قطعنا الكمية كلها كده بتظبطي شكل الصينية بتاعتك بالسكينة. اي قطعة منك طويلة مش معدولة بتقطعها بالسكينة، تشيل الزوايد كده بالسكينة، لان الشكل ده هي اللي هتفضل عليه عشان تبقى شكلها حلو معاكي وما تبقاش معوجة منك ولا مش كويس. هنقطع بقى الكمية كلها كده زي ما انتوا شايفين. رص صينيتك زي ما انت عايز او الصاج بتاعك زي ما انت عايز. بنشيل الزوايد بالسكينة. يعني لو لقيتي حاجة حطيتيها انت مش معدولة كده بتحاولي تظبطيها وتخلي القطعة مستقيمة، التقطيعة بتاعتك مستقيمة ما تكونش معوجة. انا بحطهم الاول كده وبعدين بظبطهم في الاخر. قبل ما الصينية تدخل الفرن اكون انا مظبطاهم بالسكينة واشيل الزوايد. احاول اخليها مقاس واحد عشان يبقى شكله حلو كده وزي الجاهز اكنك شاريه. نحاول نقطعها كده ما يكونش رقيقه قوي عشان ما تتكسرش معاكي بسرعه، تبقى تخينه كده وشكلها حلو. دلوقتي هقولك على طريقة التسوية بتاعته في الفرن الفلاحي وفي فرن البوتاجاز. انا بالنسبة لي عملت في الفرن الفلاحي. هوريك دلوقتي النار بتبقى عاملة ازاي، وهقولك كمان في الفرن البوتاجاز بتبقى الحرارة الفرن على 180 على الرف اللي في النص. ايوه ده الفرن العادي اهو. النار بتبقى زي ما انت شايفة كده، ومن تحت واطية مش عالية عشان ما تتحرقش مني. نار هادية من تحت ومن فوق برضو هادية.
ونقلب فيه كل شويه كده، نلف الصينيه كل شويه عشان ما يتحرقش مننا. هقولك بقى على الفرن البوتاجاز، الحراره 180 بتاع فرن البوتاجاز، على الرف اللي في النص. تمام. طبعا لو انت ما عندكش شوايه فوق، بنولعه لحد ما تحس ان هو احمر معاكي كده من تحت واستوى. هنولع الشوايه نديله لون بسيط، وخلي بالك هو يتحرق منه ويبقى كده تمام. وكل سنه وانت طيب. شفتي دلوقتي استوى من اهون، وشفتي شكله عامل ازاي؟ شفتي لونه جميل، شكله جميل. وبدأت ارصه كده، يعني بعد ما تخلصي ما ترصوش على طول في الحاجة اللي انت هتخزني فيها. بنبدأ نسيبه يبرد الاول، نرصه في حاجة تانية، نسيبه يبرد الاول، وبعدين نحطه في كيس في الحاجة اللي احنا هنخزنه فيها. لازم تحطيه في كيس عشان هيطرى منك وطعمه بيغير. لو ما حطيتهوش في كيس هيطرى منك ومش هيبقى كويس. شفتوا انا بمسكها في ايدي، بصوا بتتكسر بسرعه بكل سهوله ازاي. عايزه اقول لكم ريحته كانت قلبة الدنيا، وطعمه والله اول مره اعمله، ولكن طعمه جميل. اكني كنت دايما بشتريه جاهز، انا قلت لازم اجربه في البيت واعمله في البيت بايدي. طبعا عاملاه بسمنه بلدي، ريحته قلبة الدنيا، وعاملاه بايدك ونضيف. اكيد طبعا هيكون كويس وطعمه كويس وريحته كويسه. شفتوا شكله عامل ازاي؟ ولا اكنك شارياه جاهز. والله طعمه تحفه تحفه تحفه. انا ما كنتش مصدقه ان طعمه هيبقى بالشكل ده، ما كنتش متوقعه انه هيطلع معايا مظبوط بالشكل ده. مقاديري مظبوطه وعمايله تمام وعاملاه بايدي، وطعمه جميل تحفه. لازم تجربوه. كل سنة وانتوا طيبين. عايزاكم بقى تشجعوني كده، تعملوا لي لايك واشتراك في القناة وعشان يوصل لكم كله جديد. استودعكم الله، اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استنوني بقى في طريقة الكحكة، هنزله قريب. شوفوها ويا رب تعجبكم، يا رب كل وصفاتي تعجبكم. سلام عليكم.